إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب. المرشد السياحي والباحث في الآثار الأستاذ سعيد علي، مدينة اسكندرية مارية طبعا. يمكن الأحياء بتاعتها ليها قصص وليها حكايات، وفي أحياء كتير أصولها مش مصرية. زي إيه كده؟ يعني في عندنا مثلا لوران في شرق اسكندرية، هي الاسم بتاعها نسبة لخواجة لوران صاحب شركة سجاير في القرن ال19. مكان القصر بتاعه دلوقتي مدرسة لوران الثانوية للبنات. وعندنا زيزينيا على اسم كونت زيزينيا، ده كان تاجر قطن إيطالي. مع إن الاسم يدي حال إنه يعني مؤنث مش مذكر. هو فيه حاجات كتيرة زي كده. بوكلي وفيلمينج وستانلي دول أعضاء ومؤسسي مجلس إدارة ترام الرمل من الإنجليز. سان ستيفانو يا سمورة. سان ستيفانو دي شركة ترام الرمل هي اللي أطلقت الاسم ده علشان تخلد ذكرى انتصار الصرب على الأتراك بمساعدة روسيا سنة 1874 في موقعة سان ستيفانو واستقلال تركيا، وبناء عليه أقامت الشركة فندق شهير وسمته فندق سان ستيفانو. أيوة. يمكن ستانلي، عارف يا أستاذ سعيد، يعني ما كنا بنروح نصيف في اسكندرية فيقولك كوبري ستانلي وشاطئ ستانلي. الكوبري نفسه اتعمل على طراز يديك إيحاء إن هو غربي شوية. أو هل اسم الحي أثر في الستايل بتاع المنشآت نفسها في الأماكن؟ أكيد، لأن اسكندرية كان فيها جالية وما زال فيها جاليات أجنبية كتيرة جدا، وأثرت في المعمار وفي أسماء شوارع وأحياء أثرت فيها بشكل كبير جدا. يعني في عندنا مثلا كامب شيزار، هو كامب يعني معسكر. شيزر هو في ليها أصل من يوليوس قيصر، إنه اسمه بالإنجليزي سيزر. لأنه ما كانوا بيعتقدوا إن لما جه سيزر في أيام كليوباترا عمل معسكر للعساكر بتوعه في المكان ده، وتسمى بالإنجليزي كامب سيزر، وبعد كده اتحولت لكامب شيزار. جليم ده اسم واحد يوناني كان عضو في مجلس البلدي لمدينة اسكندرية. يعني هو يوناني لكنه كان عضو في المجلس البلدي بتاعها، اللي هو حاجة كده زي المجلس المحلي. يمكن أستاذ سعيد علي المرشد السياحي والباحث في الآثار، لما بنتكلم على اسكندرية ما بننساش كليوباترا وقصتها مع يوليوس قيصر ومارك أنطونيو والأحداث دي كلها. كتير بيقولوا فين الأماكن دي اللي دارت فيها الأحداث دي؟ مش موجودة. هو معظم الأماكن دي موجودة في البحر، يمكن عشان حصل المد للبحر وكده فأخد معاه المدينة كاملة يعني. والآثار الغريقة ديت يمكن هي بقايا المدينة الغريقة بتاعت اللي عاشت فيها الشخصيات اللي قلنا عليها الأسطورية ديت، الأسطورية الحقيقية، لأن كليوباترا اتحولت حلم وخيال وموضوع أغاني ودراما وكده. في كمان شوارع بأسماء عربية زي شارع خالد بن الوليد وغيره من الشوارع. هو في كتير يعني هو في أسماء عربية حديثة في العصر الحديث، وفي حاجات قديمة شوية. عندنا مثلا سابا باشا، ده أول مدير مصري، هو من أصل لبناني لكنه كان مصري الجنسية. أول مدير لشركة البوسطة الخديوية شركة ملاحة بحرية، وبعد كده بقى وزير مالية. عندنا سموحة، ده كان سنة 1924، كان في بحيرة في مكان اللي هو الحضرة، وكانوا بيسموها ملاحة رجب باشا. تم تجفيفها بواسطة يوسف سموحة اليهودي، هو كان يهودي الجنسية ويهودي الديانة وعراقي الجنسية، وبعد كده اتسمت المنطقة بسموحة. في عندنا الورديان،
دي كانت منطقة جمارك في العصر العثماني. المخزن في التركي بيسموه وارد. ورديان الجامع بتاعها، لأن كان فيها مخازن تابعة للجمارك. محرم بيه ده كان جوز تفيدة هانم بنت محمد علي باشا، كان حاكم للجيزة وبعد كده اسكندرية وقائد للأسطول المصري. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب.